يعني موضوع ان انا استنى لغايه ما بقى عندي 40 و50 سنه، لا ده كده خطا كبير جدا. هو عباره عن ايه بالظبط؟ يعني ايه الماده المكونه للسكين بوستر؟ لو احنا اتكلمنا بالاخص على الRRS، اهم حاجه عندي الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده فيه نوعين، في الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الهاي ليفت، وده بيبقى نون كروس لينكد، هو نفس الهيالورونيك اسيد بتاع الفيلر بس غير مرتبط، يعني اخف. اخف فبالتالي ان انا بستخدمه في الحالات البسيطه في السن الصغير. في نوع تاني ممتاز جدا جدا اسمه RRS هاي ليفت، ده لونج لاستنج ده بقى او مرتبط، بس برضو اخف من الفيلر شويه، فده ممكن نحقنه في الطبقات العميقه، فبيدي برضو نضاره وبيعمل ليفتنج للبشره. يعني هما الاثنين تقريبا يعتبروا بديل للفيلر بس بشكل اخف للناس اللي مش عايزه حاجه تقيله وقويه. بالظبط، الناس كده اللي هي مش عايزه تعمل فيلر او اللي عامله فيلر وعايزه تحسن المظهر بتاعه بعد فتره، ممكن نعمل لها الهاي ليفت اللونج لاستنج. طيب يا دكتور، في اعمار معينه هي اللي تقدر تستخدم السكين بوستر، ولا مثلا نقدر نقول دي صغيره قوي او كبيره قوي؟ لا، هو المفروض انا بهتم ببشرتي من العشرينات بالظبط كده. يعني موضوع ان انا استنى لغايه ما بقى عندي 40 و50 سنه، لا ده كده خطا كبير جدا. بس زمان كلنا كنا بنعمل كده يا دكتور، طلع غلط الكلام ده؟ بالظبط طلع الاحسن نهتم من بدري، لان احنا اصلا بنفقد جزء كبير جدا من الكولاجين من منتصف العشرينات، بنفقد جزء كل سنه، فكل ما انا بلحقه بدري كل ما انا بحصل ان انا لما يبقى عندي 40 و50 سنه هتبقى بشرتي نفس اللي انا عملته وانا عندي 25 او 26 سنه. طيب وفي حد كبير قوي ان هو يعمل في سن لا خلاص ما ينفعش معاه لازم نعمل له فيلر؟ لا، اصل السكين بوستر ده بيحسن الكواليتي نفسها بتاعت الجلد. هو مش بيملى، هو مش حشو. تمام، انا عايز احافظ على البشره بتاعتي، يبقى الرونق النضاره بتاعت البشره، فانا بشتغل بيه عشان اعالج البشره مع الفيلر بقى في السن الكبير. بالظبط. For better health and beauty.